عودة لكم أعزائنا المشاهدين في آخر فقراتنا الحوارية لهذا اليوم بعد مرور 11 عاما على صدور قانون المكافحة للجرائم الإلكترونية. أقر القانون رقم 11 لسنة 2025 اللي تضمن تعديلات جوهرية لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتشديد العقوبات على بعض الجرائم وإضافة آليات جديدة للتعامل مع الشكاوي والبلاغات. في هذه الفقرة بنسلط الضوء على هذا الجانب. طبعا أكيد نرحب بضيفنا الأستاذ عبد الله السعدي المحامي بالتمييز للحديث أكثر عن هذا الموضوع. يا مرحبا ومسهلا فيك أستاذ عبد الله وحياك الله. الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم على الاستضافة. يا مرحبا. حياك الله واحنا سعيدين بوجودك معنا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، بداية لو تكلمنا عن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون رقم 11 لسنة 2025 على قانون الجرائم الإلكترونية. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أن أقول أن قانون الجرائم، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، هو صار له تقريبا حدود 11 سنة، يعني حتى رقمه 14 لسنة 2014. وفي ضوء التغيرات وتطور المتسارع لأنظمة وتقنية المعلومات في الفضاء الواسع اللي احنا نشوفه وفي أنظمة الاتصالات، يتطلب دائما من المشرع أن يواكب هذا التطور من خلال سن قوانين، وكذلك من خلال المواكبة هذه أو خلال الفترة اللي هي 11 سنة أكيد أنها اتضحت للمسؤول أو المشرع أن هناك في نقص في بعض المواد أو جوانب محتاجة أنها يصاغ لها مادة قانونية للتوسع في حماية المحتوى وحماية الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة. جميل. طيب أستاذ عبد الله، شنو أكثر اللي نقدر نقول القضايا اللي خاصة في هذه الناحية اللي نشطت نقدر نقول في آخر 11 سنة تقريبا أو يعني القضايا اللي ممكن تكون نشطة في هذا الوقت أو أكثرها؟ هو بالنسبة للقضايا يعني متوسعة الآن. يعني ممكن كان يعرف أن كان الذكاء الاصطناعي كان يدخل مثلا في مجال في تقنية المعلومات مثل بالشكل اللي احنا نشوفه حاليا. الموضوع ما صار له حتى سنتين صح. وتقريبا أصبح طاغي لدرجة أنه خذ جزء كبير من أنشطة بعض المؤثرين حتى على وسائل صح. التواصل الاجتماعي وعلى الفضاء الإلكتروني أو فضاء الإنترنت. ولكن بس أنا بأرجع للمعلومة الأولية الخاصة في المادة اللي تم تعديلها. المادة هذه هي المادة 11 لسنة 2025. المشرع ارتأى أن يضيفها على المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاص بالمحتوى. المادة السابقة ما كانت تغطي عدم التعدي على حرمة الحياة الشخصية للأفراد أو للعائلات في الأماكن العامة. كلمة الأماكن العامة يعني معناته أن أنا مثلا قاعد في مكان ويا أسرتي، أو أن مثلا أتعرض مثلا لحادث لا سمح الله أو لموقف معين فيقوم شخص بتصويري دون إذن مني أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا. هذا يعتبر طبعا مخالف وتعدي على حرمتي الشخصية، وبالتالي القانون حاول قدر الإمكان أن يضفي نوع من من الحماية على حرمة الحياة الشخصية للناس من خلال هذا القانون. نعم. طيب أستاذ عبد الله، يعني بما أنك أنت ذكرت هذا المثال التصوير في الأماكن العامة، لنفترض يعني اليوم لنفترض أنا رحت لأي مكان عام وأنا جالس مثلا شلت التليفون وصورت مثلا حد من ربعي ولا حد من عيالي، لكن خلف الصورة وخلف الشخص هذا في مثلا صورة شخص آخر. نعم. هل هذا يعتبر تعدي؟ لا يعتبر تعدي. في النهاية الأمر يخضع في التحقيق مثلا أمام النيابة العامة. متى ما ارتأت النيابة العامة أن هذا الفعل يعتبر تعدي من عدمه، وكذلك من خلال القيد والوصف التي تنشئه أو تصدره، وبالتالي يتم إحالته إلى المحكمة. وكذلك في المحكمة لها رأي، والقاضي موضوع له رأي في هذا الموضوع متى يعني في تقدير إذا كان هذا نوع من التعدي من عدمه. اللي تقصده هو التصوير العرضي. صح. وهذا ما يعتبر يعني لم يكن يقصد أن مثلا يقوم بتصوير هذا الشخص يعني بغير إرادته. ممكن أنا أروح الحين مثلا مكان عام مثل سوق واقف أو في ملعب وأقوم بتصوير كذا عرض، لكن من الواضح أنه ما كان يقصد هذا الشخص. واضح. القصد من هذا القانون أو المادة هو التصوير مثلا لأشخاص معينين بعينهم. واضح. وبالتالي
يتم مثلا رفعه على المواقع السوشيال ميديا، مما يعرض الشخص اللي قام بتصويره إن للتندر، للإساءة من قبل الناس، أو حتى تعليقه على فعل معين قام به شخص معين. وبالتالي ممكن يكبر الموضوع، يصبح قضية رأي عام، وهو الرجل لم يكن يعلم حتى أنه أحد قام بتصويره. بالإضافة تصوير مثل ما نشوف بعض التصرفات السيئة، اللي مثلا أقوم بتصوير ناس وقع لهم حادث على مثلا في الطريق. أنا لست معني، يعني هذا راح يمنع كثير من الفضوليين من القيام بمثل هذه الأعمال اللي تعتبر تعدي وفقا للقانون الحالي على حياة وحرمة الأشخاص. يعني خصوصا لو احنا بنتكلم استاذ عبد الله ان الكل، يعني مو بالكل، نقدر نقول صارت في فئه من ناس معينه تحب تصدر المشهد او تحب نقل الاخبار، تصدر المشهد على حساب الآخرين. بالضبط. بل ويزيدك من ذلك على ذلك انه ممكن مثلا ياخذ صورة معينة او يقوم بتصوير شخص معين ويأول كلامه في وسائل التواصل الاجتماعي مثلا ويسيء له، او مثلا قد يقوم مثلا بادعاء ان الرجل هذا يقصد شيء معين ويقلب الناس عليه، ويمكن الرجل لم يقصد ذلك. فهذا تعتبر يعني فتح باب مشاكل كبيرة. صحيح. فالأراد المشرع من ذلك انه يخفف من الفضول بعض المشاهير اللي يبي يحصل على ماده على حساب الاخرين. نعم. طيب استاذ عبد الله، يعني اكيد اليوم احنا نشوف مثلا مساله الاختراقات، مساله الاحتيالات، كيف تعامل هذا القانون، قانون الجرائم الالكترونيه، مع مثل هذه الجرائم المتعلقه بالاختراق مثلا حسابات شخصيه او الاحتيال الالكتروني؟ وشوف، بالنسبه لقانون مكافحه الجرائم الالكترونيه هو متعدد وله عدة فصول وعدة أبواب. مثلا في جرائم خاصة بجرائم المحتوى، جرائم خاصة مثلا بحماية البيانات الشخصية، جرائم خاصة بحماية الملكية الفكرية. هذا اللي تتكلم عنه هو الجرائم الخاصة بالاحتيال الإلكتروني. وجرائم الاحتيال الإلكتروني القانون السابق اللي هو قانون رقم 14 سنة 2014 مغطي هذا الجانب. يعني معالجة من خلال إيجاد عقوبة على من يقوم بانتحال شخصية، أو ادعاء بأنه من شركة معينة، أو السطو على أموال منقولة من خلال استخدام شعار معين أو موقع إلكتروني أو أي وسيلة من الوسائل اللي بإمكانه أنه يتحصل بطرق احتيالية. وهذا شرط أساسي أن يكون هناك مظاهر احتيالية لكي يعاقب هذا الشخص أو يقع تحت طائلة القانون. وأفرد لها عقوبة اللي هي في حدود 3 سنوات سجن، على يعني تكون عقوبة الحبس بما لا يزيد عن 3 سنوات سجن، أو 100,000 ريال غرامة، ما تزيد عن 100,000 ريال غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين اللي هي العقوبات الجديدة اللي أضافوها. لا تزيد عن سنة حبس. أوكي. ولا تزيد كذلك عن 100,000 ريال غرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعني ممكن يكون الرقم أقل من 100,000 أو أقل من سنة. طيب. على حسب ما ينظر القاضي. يمكن أستاذ عبد الله، واحدة من الأسئلة اللي تجيب بال، مثلا أنا كصانع محتوى، شلون ممكن الواحد يعني نقدر نقول التوازن بين حماية الأمن الرقمي وحرية التعبير؟ يا أخي أنا مثلا محتوى يعلق مثلا على خلينا نقول على ناس قاعد تاكل مثلا، خلينا نفرض يعني، فهل هاي يعتبر حرية تعبير؟ ما هو حريتك تنتهي عند حرية الآخرين. هذه النقطة الأولى. الشيء الثاني أن أنا يكون عندي هدف من المحتوى. ما أعتقد أي نظام في العالم يرفض أن يكون هناك نقد بناء محترم رصين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن احنا نتكلم عن اللي هو النقد المسف. أو بعض المشاهير السوشيال ميديا تلاقيهم في تويتر أو في مثلا، يعني ما بقول لك بعض النظام السوشيال ميديا بشكل عام. نعم. يتهيأ له من كثر ما هو مشهور أو أصبح مشهور أو لديه متابعين كثر، بأنه يسمح له أنه يقال أو يقول ما يريد أو يكتب ما يريد وينتقد الناس، ويمكن يعتاش على هذا الموضوع. وأنا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك أشر الناس منزلة يوم القيامة من اتقى الناس، يعني من يتقيه الناس مخافة لسانه. فهو يعتقد أن هذا ميزة له، بالعكس قد تكون
هذه نقمة عليه، وبالتالي القانون ممكن يعاقبه وممكن يدخله السجن أو يتعرض للغرامة فيها. نعم. طيب بالنسبة لآلية التعامل مع الشكاوي والتبليغ عن الجرائم الإلكترونية، هل هذا القانون يعني حدد آلية جديدة بالنسبة لمثل هذه النقاط؟ هو شوف، بالنسبة للآلية، الآلية المتبعة والمعروفة ما في تغيير فيها، أنك أنت تذهب إلى قسم الجرائم الإلكترونية والتجارية والاقتصادية، ولهم مبنى بإمكانك تقدم الشكوى لهم، وبالتالي هم يفحصونها ويكون في تحقيق أولي، مرحلة استدلال، ومتى ما تأكدوا أن في جدية في هذه الشكوى وأن الموضوع يعني يتحمل أنه ينتقل إلى المرحلة اللي بعدها اللي هي إحالة المتهم والحرز إلى النيابة العامة، وبالتالي يتم التحقيق بشكل جدي أكثر ومتابعة الموضوع، وبالتالي إعطاء قيد ووصف معين أو قفل الملف في النيابة أو إحالته إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات وبدء المحاكمة فيها. فالإجراءات كافية في تغطية مثل هذه المواضيع. طبعا احنا ما خلصت اسئلتنا اكيد، يعني انا لان الحين عندي اسئله برا احنا بنتكلم عنها اكثر استاذ عبد الله، لكن نروح اعزائنا المشاهدين معاكم الى هذا الفاصل وراجع لكم ان شاء الله. يعني في تحديات اللي تواجه تطبيق مثلا هذا القانون على ارض الواقع، خاصه مع التطور التكنولوجي المستمر اللي احنا قاعدين نعيشه للامانه. طبعا التحديات اولا موجوده وسوف تستمر هذه التحديات في كافه القطاعات، ليس فقط في الجانب تقنيه المعلومات. تقنيه المعلومات هي جوانب ذات طبيعه خاصه متطوره بشكل اسرع من اي جانب من جوانب حياتنا. نعم. تقنية المعلومات حتى لو لاحظت في تعريف المشرع في قانون الجرائم الإلكترونية وصفها بتقنية معلومات، ما قال لك والله تطبيق أو شبكة عنكبوتية، قال لك أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. ومفهوم التقنية مفهوم واسع يشمل أي شيء أو أي نظام يحفظ مواد أو صور أو يؤرشف بطريقة إلكترونية وعن طريق وسيلة من وسائل تقنية المعلومات. فكان المشرع في اختياره لمثل هذا اللفظ اللي هو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات موفق جدا في هذا الموضوع. فالمواكبة تتم من خلال تحديث هذه القوانين وهذه المواد القانونية، وهم ترى لما يحدثونها في بعضها لها جانب طبيعة خاصة في مجتمعنا، والبعض الآخر جانب اقتصادي متعلق حتى في رؤية دول ثانية مثلا، يعني مسائل الاقتصادية المتعلقة بالإرهاب، متعلقة بالمواقع الإباحية، متعلقة بالتجارة، بالاحتيال الإلكتروني. هذا ما يهم بس دولة قطر، ترى يهم دول ثانية. وهذه الدول احنا ساعات نشوف هم مثلا شنو اللي انجزوه في نطاق يعني يتم الاستفاده من تجربه. طبعا اكيد في استفاده، وفي جانب مثلا حرمه الحياه الخاصه بالنسبه لنا هالمعيار مهم. نعم. صحيح. نعم. الاوروبي، الامريكي، الدول الثانيه قد يكون صحيح. هذا الشيء غير مهم. بالضبط. بس بالنسبه لنا كمجتمعنا المحافظ جدا، سواء كنا والله مواطنين ولا مقيمين، ترى يعني نحب الحياه، راعه نحب الحياه الخاصه والخصوصيه، وان حياتنا تكون تحترم حرمتها في كل مكان. صحيح. طيب استاذ عبد الله، شلون تشوف ممكن هذا النوع من القوانين ممكن يأثر على نقدر نقول معدل سلوك الأفراد والمؤسسات خصوصا في البيئة الرقمية عندنا هنا في قطر؟ يؤثر بمعنى ماذا؟ يعني مثلا خلينا نقول ان هل راح يكون في انضباط أكثر؟ انضباط ولا تتكلم عن الحرية؟ لا، مساواة الحرية مع الانضباط. يعني لما تتشرع هذه القوانين ممكن تتوضح حق الناس انه لا وقف، ترى لهني، ومثلا يعني نفس ما قلت انت في ناس ما تعرف مثلا ان تنتهي حريتك لما تبتدي حرية الآخرين. نعم صحيح. يعني أنا مثلا من حقي أن أنا أنتقد مثلا أي شيء، ولكن من غير ما أعرض الناس لي مثلا لأن أنا أقذفهم بما ليس فيهم. يعني ما أقدر أقول والله والله أنا ما عجبني مثلا الشارع مثلا الفلاني، بس ما أقدر أقول والله المسؤول الفلاني والله أتهمه بشيء مش فيه، ولا أنا حيكون علي أنا عبء الإثبات، وبالتالي مطالب بالدليل على ذلك، وبالتالي ممكن معاقبتي. صحيح. يعني لازم يكون الواحد يكون يعني عارف هو متجه على وين. أنا بنتقد من حقي، ما في دولة ما تحب مثلا أن يكون مجتمعها واعي، ولكن الوعي كذلك جزء منه فن يعني. صح. اوكي، وطريقه وفق قواعد معينه محكومه، وليست يعني المفتوح والله انا اتهم كيفما اشاء او اقذف يعني اي شخص
بما ليس فيه او حتى ادعي على شخص. بالعكس انا اشوف انه يعني ما لها اي تاثير على الحريه الشخصيه او حريه التعبير. بالعكس هي تحاول ضبط المسائل اكثر، يعني في اطار معين، اطار قانوني. نعم. طيب استاذ عبد الله، احنا للامانه نبغي نستغل وجودك معنا، يعني قبل ما نختم نبغيك توصل رساله او كلمه خاصه لمستخدمين هذه المنصات، سواء كانوا مؤثرين سواء كانوا مستخدمين لهذه المنصات، بحيث انهم يتفادون مثل هذه العقوبات او هذه المشاكل. طبعا الامر بعد برجع وبقول لك وبتوسع شوي فيها. الامر ما يتعلق فقط بالمنصات، حتى الهواتف تعتبر تقنيه معلومات. كثير من عمليات الاحتيال الالكتروني تكون من خلال هواتفنا. صحيح. من خلال يعني حتى انظمه الشبكه المعلوماتيه كلها تقريبا موجوده، ما عادت موجوده على شهاده او شاشه كمبيوتر، موجوده في اجهزتنا المحموله. نعم. فجزء كبير من حياتنا موجود في الجوالات اللي عندنا، صورنا، اهلنا، ارقامهم، ارقام حساباتهم. يعني ما قمنا نحتفظ حتى بارقامنا السريه في دفاتر او ذي مثل قبل، لا خلاص كلها في دليل الهاتف. صحيح. نعم. يعني لازم يكون واحد حريص اكثر. كذلك من الاشياء اللي احب احذر منها ان اللي يعتقد ان مثلا يؤذي شخص في دوله ثانيه. يعني انا وقعت على حالات في بعضهم ارادوا يستغلوا، مثلا يستغل قاصر في الخارج. تم مراسله الجهات اللي موجوده في الدوله وتعاملت مع الموضوع لانه في اتفاقيات. صحيح. تعاون قضائي. نعم. كذلك الموضوعات الولوج الى بعض المنصات يعني المشتبه فيها، نقدر نقول المشتبه فيها واللي هي خارج المنظومه الخاصه بالانترنت اللي ممكن الواحد يجيبها، هذه نفس البلاك. المهم فهذه الاشياء كلها ترى الواحد ضروري انه يبتعد عنها مثلا انه يعني انه يحتفظ مثلا ببعض او يدخل الى مجموعات مريبه، سواء كانت متعلقه بالارهاب او مشبوهه او منحله اخلاقيا. صحيح. نعم. لان في حالات كذلك اخذوا ناس على اساس ان هم مشاركين او متفرجين حتى والله في للامانه مواقع استاذ عبد الله، خاصه. يعني الحديث يطول في هذا الجانب نعم. للامانه، يعني خاصه في المجال الالكتروني والتكنولوجيا اخوي. صحيح اكيد. وطبعا احنا في ختام لقائنا مع الاستاذ عبد الله السعدي، شاكرين لك اكيد تواجدك معنا استاذ عبد الله وتوضيحك لهذا القانون اكثر. الاستاذ عبد الله السعدي المحامي بالتمييز، شكرا جزيلا لك، والله يعطيك الصحه والعافيه. وطبعا اعزائنا المشاهدين احنا وصلنا الى ختام حلقه اليوم من برنامج حياتنا، ان شاء الله استمتعتوا في المواضيع واستفدتوا من المواضيع اللي قدمنا لكم اياها في هذه الحلقه. على امل نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الوقت، مواضيع جديده واخبار جديده وضيوف مميزين ان شاء الله راح يكونون معانا عشان ابو محمد يقدر يروح يكمل مباريات. يعطيكم العافيه ونشوفكم على خير. مع السلامه. استاذ عبد